الشهيد إذا دخل الجنة تلقته واستقبلته أزواجه من الحور العين، لا أقول 2 ولا 3 ولا 10، بل هن 72 من الحور العين، كما ثبت ذلك في مسند الإمام أحمد من حديث معد بن يثرب. 72 زوجة من الحور العين، تلك الحور اللواتي يستقبلن هذا الشهيد بتلكم أو بذلكم الغناء المشروع لهن، والذي قد جاء بعض ألفاظه في السنة المطهرة، فهن يقولن: نحن زوجات حسان خبئنا لأقوام كرام، ويقولن: نحن الخالدات فلا يمتن، ونحن الآمنات فلا يخفن، ونحن المقيمات فلا يضعن. الحور العين يا عباد الله التي قال الله عنهن كأنهن الياقوت والمرجان لحسنهن وبياضهن ووضاءتهن. الحور العين لو أن امرأة منهن اطلعت على أهل الأرض لملأت ما بين السماء والأرض ريحا، ولا أضاءت ما بين السماء والأرض، ولنصيفها خير من الدنيا وما فيها. هذا هو قدر الخمار، فما بالكم بقدر لابسته، فما بالكم بقدر لابسته. أزواج مطهرة، لا حيض ولا نفاس ولا سوائل ولا كدرة ولا صفرة ولا بصاق ولا نخام ولا مخاط ولا عرق. أزواج مطهرة، كل ذلك أعده الله عز وجل للمجاهد في سبيله الذي قتل في ساحة المعركة مقبلا غير مقبل، وكان جهاده من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا.